السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى معنا فيديو فيه كذا تورتايه، هقول لكم برضو على الاسعار وهقول لكم بقى على الشغل الجديد اللي انا هشتغله. نسمي الله بقى، نصلي على الرسول ونشوف احنا هنعمل ايه. دي الحلة الوسط في الطقم المستطيل. دي الحلة الوسط، عاملاها باربع بيضات. ودي الحلة دي مقاس 24، عاملاها برضو بخمس بيضات، اربع بيضات حسب البيض. لو البيض صغير اعملها بخمس بيضات، البيض كبير اعملها باربع بيضات. انا عاملاها باربع بيضات وكوبايتين دقيق. دي مقاس 20. طبعا اول سبونش اهوت دوت مش عاجبني خالص، طالع مكتوم وتقيل وكده. بس طبعا انا مش هرميه، يعني الحاجة متكلفة انا مش هرميها. دي الحلة بقى الصينية الكبيرة، اكبر صينية اللي هي 30 في 40. انا بحطهم لكم في بعض اهم عشان تشوفوهم كده. انا عاجنة الصينيتين، واحدة كبيرة واحدة متوسطة. الاسبونج الابيض ما شاء الله اللي هو 24 طالع بسم الله ما شاء الله، حلو قوي زي ما انتوا شايفين، هشش كده وجميل. هقطعه معاكم اهو تشوفوه. ده عاملاه باربع بيضات وكوبايتين دقيق، معلقه محسن. ده الدقيق العادي، بس انا بقى طبعا انا قررت خلاص ان انا اشتغل بدقيق اسبونج. لان الفتره اللي فاتت دي كان الدقيق معرفش ماله، كل ما اشتغل يطلع تورتايه حلوه وتورتايه هبطانه مكتومه. الجو حر اوي، المطبخ حر بطريقه صعبه. الاسبونج بيسيل مني وانا بعجنه، فبخسر كتير. يعني انا اليومين دول بخسر كتير اوي في الاسبونشات. فانا قررت ان انا اجيب كيلو كده، بس قلت له هاتولي دريم. يعني انا عاوزاه دريم، مش عاوزه اي نوع غير دريم، لان انا اسمع ان دريم بيبقى مرتفع وحلو. المهم جبت كيلو دقيق دريم وجربته، طلع ما شاء الله حلو قوي، بيخسرش معايا، بالعكس بيزيد معايا، بيديني طبقات كتير. فده بالدقيق العادي ما شاء الله، شايفين عامل ازاي. بس معرفش الايام دي بقى من كتر الحر ولا ايه، فالدقيق اليومين دول الاسبونش بيبوظ منه سبونش كتير. يعني مش هقول لكم ان انا مثلا الاسبونشات كلها بتطلع مية مية، الاول كان بيطلع حلو. الايام دي بقى الجو حر بطريقه فظيعه، فالسبونش زي ما انتوا شايفين مكتوم ازاي، ده بيبقى مسيل وبيتكتم بقى ما بيسيل. فانا قشرته كده من الجناب كويس قوي، ومن كل حته ما خليتش فيه اي حاجه. هو طري وحلو بس مش عاجبني، يعني هو طري زي ما انتوا شايفين اهو، بس مش النتيجه اللي انا بشتغل بيها. تحس ان هو تقيل، تحس ان هو مكتوم شويه. المهم يعني انا قلت هعرفكم ان انا هشتغل بدقيق اسبونج بعد كده. هقول لكم بقى بالمقادير وبالجرامه وكل حاجه، لان بجد بقى يخسر معايا. كمان السكر غالي، يعني ببقى جايبه كيلو السكر ب30 جنيه، الدقيق ب18. كل حاجه غاليه، وبتزعلي لما بتلاقي الحاجه بتبوظ يعني، ومش هنرميها. يعني في حاجات مش هترميها وفي حاجات لازم تترمي. يعني الصينية الكبيرة دي برضو حصل معايا مشكلة فيها، زي ما انتوا شايفين انا ضربها على مرتين. بضرب بكوباية ونص دقيق على 3 بيضات. فالنص اللي اتضرب الاول طلع حلو زي ما انتوا شايفين، النص التاني زي ما انتوا شايفين كده انا شلت منه نصه، فحرت منه نصه كده زي ما انتوا شايفين. معرفش ماله برضو، معرفش عامل ليه كده. يعني انا مش عارفة هو طالع بالطريقة دي عاملة ليه كده. هروح شايلاه خالص، انا طبعا مش هديه للناس كده، شلته خالص رميته، يبقى كده خلاص نص الصينية كده ضاعت مني. لولا بقى ان كان في الصينية ناحية عالية شوية عن ناحية، انا كنت عاملة ضرب على مرتين الصينية، كان في ناحية عالية وحلوة ما شاء الله عاملة ازاي، والناحية التانية بايظة خالص. رحت انا مكملة بقى من الناحية اللي هي العالية عشان اشغل الصينية واخليها ما انا مش هرجع اعجن تاني، انا عندي شغل كتير قوي. يعني انا عندي شغل النهاردة كتير قوي، فانا مش هرجع اعجن تاني، فلازم اتصرف. فبقى يضايقني، يعني بقيت اتضايق الايام دي منه، لان دي خسارة عليا انا. يعني انا اما اشيل طبقة اشيلها ليا، اعمل بقى اي حاجة ولا اما ارميها خالص. فانا قررت بقى جبت كيلو زي ما قلت لكم كده، جربته طلع بسم الله ما شاء الله، اشتغلت بيه بقى لي كام يوم يعني شغالة بيه وكده. فقلت اعرفكم ان انا بالذات في الصيف ما تشتغليش بالدقيق العادي، هو حلو وطعمه احلى طبعا، الدقيق العادي بيبقى طعمه احلى، بس في الصيف بيسيل معاكي، رغم بيبقى متلجة المية ومتلجة البيض كل حاجة متلجة، بس بيسيل معايا برضه. فقررت بقى ان شاء الله ان اشتغل بقى الفيديوهات الجاية كلها بدريم.
الكيلو بيحسبهولي ب50. لو هاخد الشكارة على بعضها هيحسبلي الكيلو هيقف عليا ب45. الشكارة قال لي هديهالك ب450 جنيه. دي اول تورتيه كده هنقفلها زي ما انتوا شايفين. كان عندي بقى شغل كتير قوي، مضغوطه قوي في اليوم ده، وكنت متاخره كمان، بس حبيت ان انا اصور لكم الفيديو ما اقطعش منه حاجه عشان برضو تشوفوا الحاجه اللي فيه. فدلوقتي اوفر ليا الدقيق الاسبونج، اوفر عشان خاطر السكر طبعا، عشان مضمون مفيهوش حاجه بتبوظ. بتحطيه مضمون، يعني انت بتضربيه في العجان بيطلع ما شاء الله متماسك، وبتحطيه في الفرن بيطلع برضو حلو، ولا بيهبط منك ولا اي حاجه. فانا يعني انا افضل ليا ان انا اشتغل بالحاجه اللي هي مش هتخسرني. فقررت بقى ان شاء الله ده اخر فيديو، ان انا كنت مصوره بقالي كام يوم ومش فاضيه انزله، فقلت هنزله لكم عشان اعرفكم وكده، اقول لكم ان يعني في الصيف بالذات المعامله مع الدقيق العادي او الاسبونج البيتي صعبه قوي ما بتتعاملي معاه، عاوز تركيز وعاوز ان انت تبقي مركزه له جامد. وطبعا انا ببقى بعجن كميات كبيره، يعني بعجن كميات كتير، فانا ببقى تعبت بقى، يعني خلاص تعبت بقى من العجين وكده. ودي الاسبونج اسهل، يعني اسهل في عجين. التورتيه دي كانت مطلوبه كده ملونه احمر فاصفر. دي مقاس اللي هي مقاس 24، عجنها ب4 بيضات او 3 بيضات كبار، يعني لو 3 بيضات كبار برضو بتبقى حلو. ان شاء الله بقى الفيديوهات اللي هنصورها مع بعض هتبقى بالاسبونج الجاهز، وجربوه برضه، هو اسهل من الاسبونج البيتي، يعني هو في شغله اسهل من الاسبونج البيتي. المفروض بقى انا ما كنتش حطيت اللون ده خالص، كنت كملت بالاصفر، بس زي ما قلت لكم الواحد بيبقى مضغوط ومش عارف يفكر، كنت كملت بقى بالاصفر على طول وما كنتش حطيت اللون ده خالص. بس هي كانت طالباه اكتر حاجه فيها لونها احمر، بس مش عارفه هي قلبه معايا بامبا ليه، يعني المفروض كانت تبقى حمرا، معرفش، حسيتها ان هي طالعه بامبا في التصوير، او هي طالعه بامبا اصلا، اللون طالع بامبا. المهم يعني قفلتها كده زي ما انتوا شايفين، ما كانتش عجبانه قوي، يعني تقفيلها ما كانش عاجبنا، او حسيت الالوان دخلت في بعضها، بس في النهايه عجبتهم قوي وكانت شكلها حلو واتبسطوا بيها. لكن انا عن نفسي ما عجبنيش الشغل بتاعها قوي يعني. رغم قالوا طعمها حلو قوي وهشه وطعمها حلو، وزي ما قلت لكم الدقيق العادي اصلا بيبقى طعمه حلو، يعني الاسبونج البيتي بيبقى طعمه حلو قوي. التاني برضو ما اشتغلت بيه ما حدش قال عليه حاجة، والناس بتشكرني برضو على التورت وكده، فاشتغلوا بيه بقى، وربنا بقى ييسر لكم الامر. فرجعت عملتها بالسكريبر المشرشر كده. هحاول بقى اسوي بقى الالوان دخلت في بعضها، ما انا حاطه جزء اصفر، رجعت حطيت جزء اللي هو المفروض يبقى احمر ومديني بامبا، فمش مشكله بقى، هو ضايقني يعني، انا اتضايقت من المنظر، بس كانت حلوه يعني لما اتعملت اتقفلت في الاخر كانت حلوه. هحاول بقى اظبطها كده واسويها وخلاص. اهم حاجه تحطي الحاجه في التلاجة، يعني كل تقفيله تروحي حطها في التلاجة شويه. دي بقى كانت هي بقى طالبه صورته على التورتايه، فحطيتها كده على الميكي ماوز، وحطيت وشه بس، يعني خليت بتاع المكتبه طبعها كده وحط الميكي ماوز وحط صورته، فكانت شكلها في النهايه حلو، يعني كانت شكلها جميل ورقيقه وحلو. فطبعا انا ما صورتش بقى بقيه السبونشات، انا عالجت السبونشات وكده ما صورتهاش، فطلعتهم يعني الحمد لله ومشيت اليوم. حطيت قلوب كده ملونه، وحطيت الميكي ماوز لازقه بخله كده بشمع، وحطيتها بقى هي بالشكل ده كده. كانت شغلها بسيط ورقيقه وكانت حلوه يعني. دي بقى كانت التورته اللي انا قلت لكم ان هي كانت ساقطه من النص، عالجتها برضو وحطيت لها برضو سبونشات كانت عندي. وهي دي شكلها ما شاء الله. ودي التانية اللي هي الوسط، ما شاء الله كان السبونج بتاعها حلو قوي، ما كانش فيه اي حاجه. كنت بقى لسه ما حطيتش الخله اللي عليها الطبر اللي بقى عليه اسم محمد، حطيته في خله كده، مش في خله بقى، في شيش طاووق قصيته ورحت حطوه. ده كان شكل التورتيه النهائي، يا رب يكون عجبتكم.